السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله كاملين تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشاهدوا هاد لا فيديو. كما العاده كنرحب بكم على قناتي شيوات سهله مع اسماء. اليوم غادي نصايب معكم كاب كيك بالشوكولا وكاب كيك بالفاني. من خليط واحد غادي نحضروا جوج ديال الاشكال ديال لي كاب كيك لي ساهلين ماهلين تقدروا توجدوهم بسرعه، ما كيحتاجوش معنا واحد الوقت لي طويل، وطبيعه الحال كيجيو خفافين وهشاشين. غادي نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير، فرجه ممتعه. بسم الله على بركه الله. فغادي ناخذ واحد المولينكس، الكاس ديال المولينكس. غادي ندير فيه جوج ديال البيضات اللي تيكونوا بحراره الغرفه. ضروري اننا نديرو هكا في الطراب ديال المولينكس اولا الطراب اليدوي اولا الطراب العادي هكا اللي كيخدم بالضو. المهم ضروري خصها تخلط الخليط مزيان مزيان. فمن الاحسن اننا نديرو هكذا غير في المولينكس عادي باش دغيا كيوجد معنا هكا بسرعه. كما كتشوفوا هنا ضفت واحد الكاس ديال السكر سنيده، وضفت واحد الفاني. طبعا الا بغيتو ديروا الفاني ديروا، ما بغيتوش ديروا ممكن انكم ديروا قشور ديال الليمون اولا القشور ديال الحامض هكا محكوكين. صافي غادي نحاول انني نطحن هذاك الخليط مزيان. غادي نحاول نخدمو مزيان كما كتشوفوا حتى كيندمجوا ليا العناصر ديالي كاملين. كنخلطو تقريبا واحد 2 دقائق حتى ل3 ديال الدقائق حتى كنحس بلي الخليط تجانس ليا هكا. صافي دابا غادي نحاول انني غادي نطفي عليه وغادي نزيد ليه المكونات الاخرى. دابا غادي نزيد ليه تقريبا واحد الكاس ديال الحليب، وغادي نضيف ليه حتى دانون ديال الفاني حتى كنخلطهم مزيان، ومن بعد كنضيف ليهم كاس ديال الزيت. عفوا انا ما تصورليش داك المقطع. فكما قلت لكم بعد ما خلطت هذاك الخليط ضفت عليه كاس ديال الحليب وواحد دانون ديال الفاني وخلطهم مزيان، ومن بعد زدت ليهم تقريبا كاس ديال الزيت هكا ما عمرش حتى الفم. صافي من بعد ما خلطتهم درتهم في واحد الاناء. صافي وبديت كنزيد دقيق تقريبا عندي واحد زلاف هكا ديال الطحين. صافي وكنبقى كنحاول اني ندخلها في هذاك الخليط. وغادي نحتاج جوج ديال الخمارات ديال الحلوى من فئة 7 غرام. صافي كما قلت لكم الخليط كنضيفو بالتدريج وكنضيفو بشي هكذا شي صفايه. كنحاول ندير هكا شويه من مور شوي وانا كندخل في داك الطحين. وطبعا الدقيق تيبقى على حسب الخليط. شوفوا نتوما يعني الكيك ديالكم كاين كل طحين كيفاش كيكون النوعيه ديالو. كاين اللي كيتشرب دغيا، كاين اللي كيكون هكذا ما كيتشربش دغيا. فانتوما عينكم ميزانكم. كما كتشوفوا دابا كنحاول اني نخلط الخليط ديالي مزيان على هذا الشكل حتى كنحس به هكا كيكون متجانس وكما كيبقاوش دوك الحبوبات ديال الطحين. هانتوما كما كتشوفوا الخليط يعني ما خصش يكون ثقيل وفي نفس الوقت ما خصش يكون جاري. صافي هذا هو القوام اللي تحصلت عليه كما كتشوفوا، يعني قوام اللي كيكون هكا متماسك. صافي دابا غادي نحاول انني نقسم هداك الخليط الى النصف. واحد النصف غادي ندير ليه الكاكاو اولا الشوكولا، والنصف الاخر فغادي نخليه هكذاك. صافي كما قلت لكم يعني كنقسمو هكذا على جوج. وبالنسبة للنصف الاول فكما كتشوفوا غادي نضيف ليه تقريبا واحد 2 المعالق هكا ديال الكاكاو المر. انا غادي نحاول نزيد واحد شويه لان كان عندي الخليط شويه بحال يعني كتير من الاخر. صافي كما قلت لكم غادي نزيد تقريبا واحد 2 معالق كبار ديال الكاكاو. بالنسبة من غادي تضيفوا الكاكاو إلا جاكم شوية الخليط بحال تقل ليكم فحاولوا تزيدوا واحد شوية ديال الحليب، وحاولوا انكم تخففوا الكاب كيك ديالكم باش ما يجيكمش هكا ناشف. صافي كما كتشوفوا انا كنحاول ندخل هذاك الكاكاو المر
مع الخليط على هاد الشكل. فكما قلت لكم يعني إلا جاكم شوية الخليط بحال تقال، فضيفوا ليه واحد شوية ديال الحليب باش كيجيكم هكا الخليط اللي كيكون هكا متماسك وما كيجيش هكا تقيل، يعني خصو يكون ما تقيل ما خفيف. صافي دابا كيما كتشوفوا خديت واحد الإناء، داك اللي كنعبروا به هكذا الحليب أولا، ضفت ليه واحد البلاستيكة. صافي دابا غادي نضيف عليه هداك الخليط ديال الكيك. صافي أنا قاص ليه واحد شوية الجانب ديالو، معليش. صافي غادي نحاول ندير في داك الخليط كامل في داك البلاستيك، باش غادي نحاول أنني غادي نعمر به دوك الكويغطات ديال لي كاب كيك. صافي كما كتشوفوا بعد ما درت داك الخليط كامل، فأنا كنت في ديك الأثناء درت واحد لهداك المول اللي كيكون كنديرو فيه الكاب كيك، فدرت فيه دوك الكويغطات ديال الكاب كيك. صافي وغادي نحاول أنني نعمرهم. صافي كنبقى نخوي داك الخليط على هاد الشكل هذا، يعني كنحاول ندير شوية من مور شوي على هاد الشكل. كما قلت لكم كاب كيك اللي كيجي ساهل ماهل، وكيوجد بسرعة وكيجي ناجح 100%. طبيعة الحال ما تحاولوش أنكم تعمروا لي كاب كيك ديالكم حتى للفم، يعني تحاولوا تخليو واحد شوية أولا واحد المسافة فين غادي يطيب داك الكاب كيك وفين غادي يتنفخ. فكما قلت لكم النصف درت فيه داك الكاب كيك اللي درتو بالفاني، والنصف الآخر غادي ندير فيه الكاب كيك اللي بالشوكولا. بالنسبة فأنا شاط لي يعني الخليط، فدرت البلاطو الأول أولا المول الأول، عاد داك الشي اللي بقى ليا ضفتو في المرة التانية. صافي غنبقى مستمرة على هاد الشكل هذا حتى غادي نكمّل دوك الكويغطات كاملين اللي عندي. بالنسبة للنصف الآخر فأنا غادي نعمرو بالخليط اللي درنا بالشكلاط أولا الكاكاو المُر. صافي كيما كتشوفوا بعد ما عمرتهم حتى هُما، فغادي نحاول نزينهم من الفوق بهاكا بالحبيبات ديال الشكلاط أولا لي بيبيز دو شوكولا. هانتوما على هاد الشكل. إلا ما عندكمش هاد لي بيبي دو شوكولا فممكن أنكم تستغناو عليهم، أولا ممكن أنكم تضيفوا طريفات هكا ديال الشكلاط، فداك الشي اللي متوفر عندكم ممكن أنكم ديروه. صافي في هاد الأثناء أنا كنت درت الفران كيسخن، بطبيعة الحال كيطيبوا على درجة حرارة اللي كتكون مهيلة. كنخليهم تقريبا واحد ل20 دقيقة هكاك في الفران حتى كيتنفخوا وكيطيبوا معانا. صافي وكنخرجوهم. وبالنسبة للبوطة ديما تنقول لكم يعني نطيبهم على بوطة اللي كتكون مهيلة بزاف. صافي هنا بعد ما طابو هذا هو الشكل النهائي ديالهم هانتوما كما كتشوفوا. كاب كيك ساهلين ماهلين كيوجدوا بسرعة، المذاق ديالهم رائع جدا. كما قلت لكم تخليوهم لوليداتكم اولا تحضروهم هكا للكوتي، وممكن انكم تحضروا منهم كميه اللي كتكون كبيره هكا، وممكن انكم ديروهم في المجمد فما كيوقع لهم حتى شي حاجه. نتمنى ان شاء الله الفيديو يعجبكم ونال الاستحسان ديالكم. ما تنسونيش باللايك ديالكم وبالبارطاج، وما تنساوش اللي باقي ما اشترك في القناه اشترك. نخليكم دابا الى فيديو جديد ووصفه جديده. الى اللقاء.